عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الأول في الجغرافيا بعنوان وطننا العربي، الموقع والمساحة. الوطن العربي هو الوطن الذي يضم الدول العربية التي يجمعها مكان واحد ولغة واحدة وتاريخ مشترك. يبقى مكان واحد ولغة واحدة وتاريخ مشترك. يلا نشوف. هنتكلم عن الموقع الفلكي، الموقع بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول. أنا عندي أول دولة اسمها دولة جزر القمر، هي الدولة العربية الوحيدة التي تقع خارج نطاق الموقع، خارج النطاق موقع الفلكي للوطن العربي، وتقع في المحيط الهندي جنوب دائرة الاستواء عند تقاطع دائرة عرض 12 جنوبا وخط طول 44 شرقا. الحدود بقى الفلكية يمتد الوطن العربي عدا دولة جزر القمر بين خط طول 60 شرقا، أهو يا شباب 60 شرقا و17 غربا، ودائرتي عرض 37 شمالا إلى 2 جنوبا. ويمر بالوطن العربي خط الطول الرئيسي اسمه خط جرينتش. اسمه ايه؟ خط جرينتش. ودائرة عرض رئيستين، دائرتي عرض رئيستين هي دائرة الاستواء ومدار السرطان. دائرة الاستواء ومدار السرطان. يلا صلوا على النبي بقى يا شباب. هنشوف الموقع الجغرافي. هو الموقع بالنسبة للماء واليابس. يقع الوطن العربي وسط قارات العالم القديم، آسيا، أفريقيا وأوروبا. يبقى صح أو غلط؟ يقع الوطن العربي وسط قارات العالم الجديد؟ لا غلط، وسط قارات العالم القديم، آسيا وأفريقيا وأوروبا. يطل الوطن العربي على أول حاجة محيطين، المحيط الهادي والمحيط الأطلنطي. 3 بحار: 1 البحر المتوسط، 2 البحر الأحمر، رقم 3 البحر العربي. و3 خليجان: خليج عمان، خليج عدن، خليج العربي. خليج عمان، خليج عدن، الخليج العربي. تمتلك جميع الدول العربية إما سواحل تطل، إما سواحل، أو إما بحار، أو إما محيطات. يبقى تمتلك جميع الدول العربية سواحل تطل إما على البحار وإما على المحيطات وإما على الاتنين معا، وتمتد حدوده كما هي موضح على الخريطة. طب صلي بينا على النبي يا شباب، صلي بينا على النبي. ما النتائج المترتبة على الحدود الطبيعية؟ هو بيقول لك نلاحظ من الخريطة السابقة أن الوطن العربي تحيط به حدود طبيعية، بحار، محيطات، جبال، صحراء. ما النتائج المترتبة على ذلك بقى يا شباب؟ ساعد، لو جه قال لك ما النتائج المترتبة على الحدود الطبيعية، ساعد ذلك على الاحتفاظ بشخصيته العربية المميزة بين الأمم. طب يلا نشوف مساحة ودول الوطن العربي. يشغل الوطن العربي مساحة كبيرة من العالم تبلغ نحو 13 مليون كيلومتر، وعدد الدول العربية 22 دولة تتوزع بين آسيا وأفريقيا كالتالي: دول الجناح الآسيوي 12 دولة، بينما دول الجناح الأفريقي 10 دول. طب يلا نشوف دول الجناح الآسيوي. أنا عندي 1 سوريا، 2 لبنان، 3 الأردن، 4 فلسطين، 5 العراق، بعد كده الكويت، 7 قطر، 8 البحرين، 9 الإمارات، 10 السعودية، 11 عمان، 12 اليمن. لو شفت أي دولة من دول يبقى تبع الجناح الآسيوي. أما الجناح الأفريقي
فهي 10 دول: مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، جزر القمر. دول الجناح الآسيوي والجناح الأفريقي. طب رقم 3، تالت حاجة، الأهمية الحضارية للوطن العربي. برهن الأهمية الحضارية للوطن العربي. هتقول لأنه قامت على أرض الحضارات القديمة، مثل بعض الحضارات القديمة. زي إيه يا شباب؟ أنا عندي واحد، الحضارة المصرية القديمة اللي هي الحضارة الفرعونية. 2، حضارة بلاد العراق اسمها بلاد ما وراء النهرين. رقم 3، حضارة بلاد الشام. 4، حضارة بلاد اليمن. يبقى الأهمية الحضارية للوطن العربي، برهن هتقول لأنه قامت على أرض الحضارات القديمة، مثل الحضارة المصرية القديمة اللي هي الحضارة الفرعونية. 2، حضارة بلاد العراق القديم. رقم 3، حضارة بلاد الشام. 4، حضارة بلاد اليمن. دي الأهمية الحضارية. طيب الأهمية الدينية للوطن العربي، بما تفسر الأهمية الدينية للوطن العربي. هتقول لأنه كان مهدا للديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية، ومنه انتشرت للعالم ومن حوله. وجود أماكن مقدسة بيقصدها الناس للزيارة، مما أكسبه قيمة روحية عظيمة في نفوس سكان العالم. إذا لو جالك من النتائج المترتبة على الأماكن المقدسة أو الأهمية الدينية أو زيارة الأماكن المقدسة، هتقول أكسبه قيمة روحية عظيمة في نفوس سكان العالم. طب أنا عندي الأماكن، عندي 1 مسجد قبة الصخرة بفلسطين، وعندي 2 كنيسة المهد. 1 مسجد قبة الصخرة، 2 كنيسة المهد في فلسطين. ورقم 3 عندي الكعبة المشرفة. عندي الكعبة المشرفة. دي الحضارة الدينية، دي الأهمية الدينية. طب هنخش على الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لموقع الوطن العربي. هو إيه المقصود بالأهمية الاستراتيجية؟ الأهمية وقت الحروب والأزمات والسلم. دي الأهمية الاقتصادية. أنا عندي أول حاجة، ليه للوطن العربي ليه أهمية اقتصادية واستراتيجية؟ بسبب 1، تنوع الموارد الاقتصادية في الوطن العربي، بسبب تنوع الأقاليم المناخية، الحياة النباتية، التكوينات الجيولوجية. ده رقم 1. طب رقم 2، وجود البترول والغاز الطبيعي على الأرض. طب رقم 3، تحكمه في طرق التجارة العالمية خلال العصور المختلفة، بسبب موقعه المتوسط بين قارات العالم، إشراف على 3 أذرع مهمة، وهي بحر أحمر، بحر المتوسط، خليج العربي. تحكمه في 4 ممرات مائية مهمة: مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، مضيق هرمز، قناة السويس. السويس. معايا تاني، بما تفسر الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لموقع الوطن العربي. هتقول بسبب تنوع الموارد الاقتصادية، التي أدى إلى تنوع الأقاليم المناخية، الحياة النباتية، التكوينات الجيولوجية. 2، وجود البترول والغاز الطبيعي على الأرض. رقم 3، تحكمه في طرق التجارة العالمية. بيقول لك انتبه له، تزداد أهمية موقع الوطن العربي وقت الحروب والصراعات الدولية لسيطرته على قناة السويس والمضايق العربية التي تتحكم في طرق الملاحة العالمية. يلا نشوف معايا أهم الممرات المائية العربية.
أول حاجة عندي قناة السويس، تصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتشرف عليها بالكامل دولة مصر. يبقى أنا عندي قناة السويس دولة عربية خالصة لها أهمية اقتصادية كبيرة، دي قناة السويس. أنا عندي مضيق جبل طارق، يصل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي. أهو يا شباب، بحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، وتشرف عليها دولة المغرب في أفريقيا، دولة المغرب في أفريقيا، ودولة أسبانيا في قارة أوروبا. دولة أسبانيا في قارة أوروبا. ده مضيق جبل طارق. يلا نشوف مضيق هرمز. يصل بين الخليج العربي وخليج عمان. خليج عربي والخليج العمان، بيصل بين ده وبين ده، خليج عربي وخليج عمان. وتشرف عليها دولة عمان في قارة آسيا، ودولة إيران في قارة آسيا. ده مضيق هرمز. طب مضيق باب المندب بقى يا شباب، يصل بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الأطلنطي، وتشرف عليها دولة اليمن في آسيا، ودولة جيبوتي في قارة أفريقيا. أهو يا شباب، يصل بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الأطلنطي، وتشرف عليها دولة اليمن في آسيا، ودولة جيبوتي في قارة أفريقيا. وده يا شباب المضيق الوحيد الذي تشرف عليه دولتين عربيتين. ده مضيق باب المندب. أهمية موقع الوطن العربي الاستراتيجي. ما النتائج المترتبة على ذلك؟ احنا قلنا تحكم في طرق الملاحة، ان هو عنده قناة السويس، مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، وبيتحكم في طرق الملاحة، وعنده خير وعنده كذا وعنده خير كتير. ايه اللي حصل بقى؟ ايه بقى النتائج؟ تعرضه للاستعمار الأوروبي الذي عمل على واحد نهب خيرات الوطن العربي. عمل على ايه؟ نهب خيرات الوطن العربي. 2. تقسيم الوطن العربي إلى دول مختلفة في المساحة وعدد السكان، وتفصل بينهما حدود سياسية. مصطنع أدت إلى ظهور بعض المشكلات السياسية، زي مشكلة فلسطين التي لا يزال شعبها يكافح في سبيل الحصول على استقلاله، وزي مشكلة سبتة ومليل. مشكلة بعض المدن المغربية مثل سبتة ومليل. يلا مع بعضينا نراجع تاني، نراجع كده على طول. ما النتائج المترتبة على امتداد حدود الوطن العربي الطبيعية؟ ساعد ذلك على الاحتفاظ بالشخصيات العربية المميزة بين الأمم. برهن الأهمية الحضارية للوطن العربي. قلنا لأنه قامت على أرض حضارات قديمة مثل الحضارة المصرية القديمة الفرعونية، حضارة بلاد العراق، حضارة بلاد الشام، حضارة بلاد اليمن. بما تفسر الأهمية الدينية للوطن العربي، قلنا لأنه كان مهدا للديانات السماوية اليهودية والمسيحية والإسلامية، ومنه انتشرت للعالم، ومن حوله وجود أماكن مقدسة. الأماكن المقدسة مسجد قبة الصخرة، وكنيسة المهد في فلسطين، والسعودية الكعبة المشرفة. الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لموقع الوطن العربي، قلنا بسبب تنوع المواد الاقتصادية في الوطن العربي، وجود البترول والغاز الطبيعي على الأرض، تحكمه في طرق التجارة العالمية خلال العصور التاريخية المختلفة. قلنا من النتائج المترتبة على أهمية موقع الوطن العربي الاستراتيجية: تعرضه للاستعمار الأوروبي الذي عمل على نهب خيرات الوطن العربي، تقسيم الوطن العربي إلى دول مختلفة في المساحة وعدد السكان، وتفصل بينها حدود سياسية. مصطنعة أدت إلى ظهور بعض المشكلات السياسية، منها مشكلة فلسطين التي لا يزال شعبها يكافح من أجل الاستقلال. يا رب انصر فلسطين يا رب على أعدائهم يا رب. ومشكلة بعض المدن المغربية مثل سبتة ومليلة. ده كان الدرس الأول في الجغرافيا للصف الثاني الإعدادي، ويا رب تكونوا استفدتم
كان معكم مستر إبراهيم شعبان، سلام.